طيب هل لبنان مهيئة سياحيا حاليا؟ من وسط الحمرة خليني اشرح لكم اذا هي مهيئة ولا لا. انا ما عاد فيني صور، لازم ايش اللحظة. وهلا فيديو اداني صبي ضغط الهواء، يعني ما عم بسمع منيح. هو يعتبر مكان جدا جدا مهم بالنسبة لاي حدا معتنق الديانة المسيحية. احيانا بلبنان بتلاقي شغلات رخيصة كثير، شغلات غالية كثير. لون المي، نقاوة المي، شي ولا بالخيال. اخذ لي عقلي، يا الله شو حلو. السلام عليكم، بؤ براق، فيديو جديد وسفرة جديدة، وهالمرة السفرة واضح من وين؟ من قدام صخرة الروشة. بنقول لكم هاي السفرة رح تكون من أجمل السفرات والمقاطع اللي على قناتي. وأخيرا يا جايز بصور لكم من بلد عربي. قلبي اشتاق، قلبي اشتاق لهي المناطق، قلبي اشتاق لهالحلاوة، لهالجمال، لهالروعة اللي أنا فيها يا جماعة. نحن وصلنا حاليا على المطار، جاي صرنا ساعتين عم نستنى على الجوازات. تعرفت على هذا الإنسان اللطيف Vedat. Selamünaleyküm. Ne güzel sizden ya. Biraz yavaş ilerleyeceğim ama bekliyoruz. Bekliyoruz işte, sohbet yapıyoruz falan. İnşallah geçecek vakit yani. Belki bir yıl sonra, belki bilmiyorum. İnşallah. Bilmiyoruz işte ya. Senin ismin ne? Unuttum ya. Benim ismim Ünal. Önal, evet. Önal ve Vedat. Vedat. Evet, çok memnun oldum arkadaşlar. Biz شلون بدك تعتبر حالك اجيت على لبنان اذا ما بتفطر منقوشة زعتر طازة طالعة من الفرن هلا وسخنة كثير مع اطلالة صخرة الروس؟ ما اسمك اجيت على لبنان اذا ما عملت هيك. قول بسم الله. دقيقة لازم اعمل ريستارت لمخي. دقيقة. لا في شي غلط. مستحيل. او ماي جاد يا جماعه، هالطعم شو مشتاق له، يا لطيف. انا ما عاد فيني صور، لازم ايش اللحظه. خلص انتهيت، انا ما بدي احكي شيء اكثر من هيك. والمكان اللي بعده واللي جدا انا كنت متحمس شوفه اللي هو الداون تاون يا جماعه. طراز البناء هون واو. احيانا بس وقف اشرح ان شاء الله الكاميرا بتقدر توصل لكم شو عم تشوفوا. بجنن المكان، اسلوب البناء، اسلوب كل شيء. جينا نشرب كوكتيل مشهور جدا من عند الانتبه في وسط الداون تاون. طعمه كوكتيل يعني بصراحة ما بشوفه مختلف، بس كتير لذيذ يعني فريش. يا جماعة أنا ضايع من كتر ما في أماكن حلوة وبتتصور، ما عم بعرف شو أصور، والله ما عم بعرف، كل شيء أحلى من بعضه. وهلا وصلت منطقة اسمها باريس العرب، صح؟ هي باريس، اي نعم. فيلا نشوف باريس. حاليا انا بشارع الحمراء، وعن جد الامور حلوه للسياحه لانه فرق العمله بيلعب دور. يعني كل شيء حاليا ارخص بكثير. لبنان بحياتها ما كانت رخيصه لهالدرجه اللي بتخليك تقدر تجي عليها تعمل سياحه كامله وتدفع اسعار اقل بكثير من دول ثانيه. طول عمر السياحه بلبنان غاليه، بس بهذا الصيف تحديدا بسبب الاوضاع الاقتصاديه اللي شوي صعبه الله يعين الشعب، صار بامكان السائح والمسافر يجي باسعار جدا منافسه ويعيش تجربه كثير حلوه باسعار جدا مقبوله. اكيد الخطر بيتفاوت من منطقه لمنطقه، والمناطق المعروفه للسياح هي مناطق زحمه مثل المنطقه اللي انا فيها، اكيد ما راح تواجه فيها اي مشكله، راح يكون بكل سهوله فيك تروح وتجي تظبط امورك، فما في اي مشكله من هي الناحيه. هاي الوضع بالليل بجنب او محاذاه شارع الحمراء. الكهرباء خفيفه بس كل الامور تمام والشعب رايق وحركات
هذا وقت جدا متأخر بالليل الساعة 12، فشي لطيف صراحة. وهلا جيت لجرب هاي العروس يا جماعة. هذا ينزل فيه. لا تعليق بي جايز، أنا عاشق. ما فيني أصور، شو نصور أكثر من هيك جايز؟ ما فيني أوصل. هيدا الوسطى. الوسطى. عشان نجي نروح على جايز. هلا انا بمنطقه الكولا اللي منها بتنطلق الباصات لكل المحافظات اللي موجوده بلبنان. طالع برا بيروت على منطقه اسمها جونيه. سالته راح حكوا لي لازم اركب فان ثاني او بسموه البوسطه، فهلا رايحين على البوسطه. المناطق دائما مثل ما هي. شوارع جونية بتجنن يا جماعة. شوفوا المنظر، شكل البيوت، شكل الناس، كله كتير حلو. هلا وصلنا على التلفريك بجونية، طالعين بالتلفريك. هوي التلفريك، رايحين نشتري التذاكر. شباك التذاكر، هيك شكل التيكت. وهلا رايحين من الصعود فقط وطالعين، وهي التذكرة تبعنا. وهلا داخلين مع بعض. هذا هو شكل التلفريك. تمام، تعال اطلع. كسبت هلا متابع جديد. شو اسمك؟ حسن. حسن، انت من وين؟ من هون؟ لا، من سوريا. يقول نعم والله حسن، وانا كمان من سوريا على فكره. يلا تابعني لك. ايه تمام حبيب قلبي حسن. وهلا طالعين من هون دخول، شكله كتير حلو كانه العاب كيوت. والله هون البحر بس ما مبين للاسف لانه الشمس صايره عكسه. ما بكذب عليكم، انا شخص بضل دائما بخاف من التلفريك قد ما ركب التلفريكات، لانه الوقع منه ما فيه مزح، خلاص يعني انتهينا بنكون. فيلا طالعين مع التلفريك وعم نشوف الترتيب. وهلا بديو اداني يحسوا بضغط الهواء، يعني ما عم بسمع منيح لانه كثير ارتفعنا عن سطح البحر وصرنا فوق جايز. واو كثير طويل، هذا اطول تلفريك بركبه بحياتي، يعني يمكن رقمه ال10 ولا ال15 ما بعرف. كثير راكب تلفريكات، كثير المنظر حلو يا الله، الطبيعه مع الاد يعني والابنيه. وهلا انا وصلت التلفريك هون كان واصل وطالع من هذا الطريق. اوكي جايز، شوفوا المكان كثير حلو. حتى هون في شغلات غريبه عم شوفها. يا إلهي شو حلوة منطقة جونية يعني. وهلأ هون الإطلالة، كل مالنا عم نطلع لفوق يعني، ما بعد التلفريك لسه عم نطلع. واو الدخول ممنوع، بس بدي أعمل حالي أجنبي وما بعرف أحكي عربي. خلونا نحكي شوي عن المكان اللي أنا فيه. اسم المكان اللي أنا فيه مزار سيدة لبنان، ويعتبر أكبر مزار مريمي في الشرق الأوسط. أتوقع بما معناه يعني من كيسي، يعني هو المزار اللي بيدعوا فيه وبيصلوا السيدة مريم اللي حاطين لها تمثال هون فوقي تماما. في كثير ناس خاشعة وعم تصلي بالديانة المسيحية طبعا، يعني عم تبكي. وراي هون الكنيسة. والمكان هاد في ناس بتيجي بتعمل فيه حج وسياحة من مدن كثير بالعالم وحتى من برا البلد، بس مشان يجوا ويزوروه ويصلوا هون. فهو يعتبر مكان جدا جدا مهم بالنسبة لأي حدا معتنق الديانة المسيحية، بغض النظر عن مذهبه. أنا ما بعرف كثير بهاي المواضيع، بس يعني كثير المكان مهم بالنسبة لهم. هون كمان مكان ما بعرف شو هو، بس يعني أتوقع ما رح يخلوني فوت. هلا جربت هذا الشيء اللي هو كثير حلو بصراحة، كمان فور فري يعني بيطلع لفوق بينزل ببلاش. وانا هلا بقمة جوليا اللي عن جد ساحرة يا جايز. ما بدأت الصيف، انا بشوف خضار وشوف بحر.
وهلا راجع بالتلفريك. التلفريك تبعهم يا جايز كثير حلو، كانه العاب، بحسه العاب ما انا متطور هيك شيء مثلا تركي. واو. وهلا منطلقين برحله العوده اخر مدينه، شو كانت اسمها بالله؟ سويفين، بتعرف شو اسمها جايز؟ ضل بنسى اسمها غريب، اسمها جونيا. رايحين هلا لاخر منطقه جونيا. طبعا المظلات هون يعني من الارتفاع اللي كثير عالي، اتوقع انها تجربه حلوه كثير. بدي ادخل اسال عن السعر بالنسبه للمظله او الباراجلايدنج، فيلا هلا بنشوف الاسعار. وطلع سعرها $80، يعني بالنسبه لي بشوف تركيا ارخص بكثير. شو بيكون يا خيي شو بيكون؟ كثير اوفروها بصراحه. احيانا بلبنان بتلاقي شغلات رخيصه كثير، شغلات غاليه كثير، ما بتعرف الموازنه تبعهم كيف، كل حدا بيحط السعر اللي براسه وبيمشي. غريب. وصلنا وراجع على بيروت. وهي منظر صخرة الروشة بالليل، يعني جنب الأبنية الحلوة اللي بتجي هيك مضاءة، أتوقع كلها فنادق وكتير شي لطيف. أنا هلأ صاحي من النوم، ريحة الندى بتفتح الأنف يا جماعة. شو أحلى شي تعملوا الصبح؟ تروح تفطر له فطور لبناني. هلأ رايحين نفطر أطيب فطور لبناني مع بعض. يلا متحمس كتير لأني جرب شغلات لبنانية على فطور. وهلا رايحين نفطر يا جايز. اول يوم بالمطار تعرفت على اصدقاء اتراك رهيبين كثير، اونال وبيداد. Nasıl arkadaşlar? Güzel bir gün geçireceğiz. Evet, çok iyi. Ehlen ve sehlen. Ehlen ve sehlen. Ehlen ve sehlen. Hoş geldiniz. Evet. Yok, ilk bir şey kahvaltılık için gideceğiz, yiyeceğiz. Hadi. رايحين ناكل هلا اول شيء على المزرعة رح نجرب الاكل اللبناني اللي رح يكون اتوقع شيء رهيب. طلبت مثل اوبر، هلا رح نطلع. يلا. Bugün taksiler çok hırsızlar. Vallahi çok para istiyor. Aynen. Hiç anlatmıyor ama her yerde daha fazla para istiyor. Orada çalışıyorlar burada. Alışveriş yaptım. Anlamaya gerek yok. Bak şimdi o zaman bunu söyleyeceksin. Ne araba? 2 kişilik. Az fiyat ödeyeceğiz ama daha fazla. Evet. Böyle çalışıyorlar. Çok garip bir mantık. Welcome to Lebanon. شوارع الأشرفية مع الأبنية شيء بجنن. شو كيف المنظر؟ هلا جينا لنشوف بديع خلق الله بجعيتي يا جماعة. منطقة كلها خضار وخضار، وجنبها داخلين على الكهف. مكان شكله من برا بجنن. فهلا داخلين، الله حس حالي بحضر الطبيعة. تيكت بلد، اخذنا التيكت وعم نلف، عم نشوف هيدا الاماكن بجنن. راكبين القطار ومعي رفقات الرهيبين. هنا بيداد. Ay ne güzel. Ne güzel. Ay güzel bir tramvay arkadaşlar. Beyrut'un dağlarına çıkıyoruz şu an. Aynen. Vay والله كثير حلوة التجربة جايز. داخلين على المغارة. ممنوع التصوير بس دخلت الكاميرا. Evet طلع من احلى المغارة بتجنن يا جماعة. المغارة بتجنن، بدكم تعرفوا انه التصوير ممنوع وعم صور على مسؤوليتي. اذا لقطت رح اكل هوا. اخذوا التليفون مشان ما اصور، بس ما بيعرفوا انه معي كاميرا. واو. Nasıl arkadaşlar, güzel değil mi? Çok güzel, bu kadar beklemedim. Evet çok güzel. بجنن المكان. منصدمين انه في هيك شيء بلبنان طبعا. طلعوا كيف اشياء الكلسية. شوف كيف مكان جنن. زيتها. هاي الرطوبة هون مو طبيعية يا جماعة، بجنن. عم صور وانا ايدي على قلبي، بس شوفوا احلى المغارة. واو يا الله شو عميقة يا جماعة. شوفوا من هون مبين بس عميق جدا. يعني هون الطرف مو طبيعي، ما مبين بالكاميرا بس كتير عميق.
الترسبات الصخرية هون فيها بحيرات رائعة. نطلع من المغارة اللي أصلا ممنوع إنه نصور فيها. نطلع من المغارة جايز. منظر الخضار نحن طالعين من المغارة يعني شي بيعقد، شي بيعقد. شو بدي اشرح لكم لاشرح لكم، شو بدي احكي لاحكي. مناظر بتجنن. المغارة الثانية يا الله شو حلوة، شوفوا المنظر. ناس الجزيلمة. هاي سوق سوق. ما عادش نقدر نظهر من هون، خلص صرت لبناني يا شباب يا شبايا. شوفوا المنظر شي بيعقد. وهلا طالعين بالسفينة اللي رح تمشي جوا النهر اللي تحت الارض. واو ابو الحماس شو حلوه يا جايز. الله المنظر. جايز لون المي، نقاوة المي شي ولا بالخيال. انا ما عم بقدر اوصف للاسف. هون بيجيك رونق وجمال المي الفيروزية. بيقول لك اسكت شوي حبيبي، وين رايح بهالعشقة؟ المي الفيروزية هون وجمال الطبيعة هون يا الله. جايز عادي انه هذا المكان اخذ لي عقلي. يا الله شو حلو. بدكم تعرفوا انه انا وصلت لمكان ما عاد فيني اشرح، معناتها انف خلص. ويلكم تو لبنان. هاي على لبنان. هلا ماشيين بالقطار. هون آثار الانفجار، لحد الآن الترميمات شغالة. شي جايز لما الواحد يسافر لحاله انه بيتعرف على ناس رهيبين. فيدا çok memnun oldum. Ben de çok yani gezmeye falan vallahi çok teşekkür ederiz. Çok memnun oldum. Ve inşallah İstanbul'a görüşürüz. Tabii ki her zaman. Ve Unal inşallah belki İnşallah Hollanda'ya gideceğim. İnşallah Amsterdam'a gelirsin yani. Amsterdam tatillerine götürürüm seni. İnşallah belki tabii ki ve video oradan çıkacağım, beraber görüşürüz. Bay bay. وبس والله كان معكم بو براك. بتمنى تعطوني لايك وحركات حلوه وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس لو عجبكم المقطع. ان شاء الله سفرتنا الجايه رح تكون ارهب، رح تكون احلى، ورح احاول اغطي لكم كل شيء بيهمكم كناس بدكم تسافروا او حتى بس بدكم تستمتعوا وتسافروا وانتم قاعدين ببيتكم من خلال متابعتي. بحبكم كثير وباي باي.